1 لصالح برشلونه على اتلتيكو مدريد. شوط فرص ضائعه بالجمله لنادي برشلونه، اخرها كره ميسي حقيقه انفرد على اثرها. ادي عملنا اللاعب يوفالوتسي، ادي يوفالوتسي اللي عنده انذار هيطرد في هذه اللحظات. وادي امامنا هنا بقى الامور تزداد صعوبه ويفتقد وجود هذا اللاعب طبعا بعد طرده. عندهم لقاء قادم مع فالنسيا ثم مع ساراكوستا ثم مع اشبيليا، لقاء صعب قوي لفريق نادي اتلتيكو مدريد، وهيلعبوا مع ليفركوزن في اطار الدوري الاوروبي. ادي امامنا هنا بقى يحصل على بطاقه ثانيه. تدخل كان قوي جدا مع ليونيل ميسي اللي الحقيقه اضاع فرصه كبيره في الدقيقه 83 كانت ممكن تنهي المباراه، واضاع فيها عده فرص، واضاع ايضا بيدرو وتشافي، وتالق الحارس ديخيا. ادي امامنا اللاعب يوفالوتسي يطرد في هذه اللقطه لدخوله القوي جدا والعنيف مع اللاعب ليونيل ميسي بعد ما كان حصل على انذار. يطرد في هذه اللحظات امامنا ببطاقه حمراء امامنا النجم تشيكي اللي بيغادر الملعب في هذه اللحظات. يوفالوتسي يغادر الملعب بعد ما حصل على الانذار في الشوط الثاني. وادي امامنا هو طبعا طالب باحتساب ركله جزاء لصالحه في الدقيقه 54، ولكن امامنا هو بقى اضاعه للوقت، استهلاك للوقت من جانب النجم ميسي. وفالوتسي خد انذار كان في الدقيقه 53. طبعا يعني نتيجه صعبه على اتلتيكو مدريد. الجماهير كانت تنتظر النهارده ان يحققوا انتصار جديد يضاف لانتصاراتهم على برشلونه في هذا الملعب في الثلاث مواسم الاخيره. قلنا هنحركوا بخلاف لقاء الكاس لما اخرجهم نادي برشلونه في دور ال 16 في عام 2008 2009 في اطار الكاس. كان فازوا هنا نادي برشلونه 3-1 في مدريد، وكان فازوا ايضا 2-1 في ملعب كامب نو. فوز جديد لفريق نادي برشلونه في هذه اللحظات يقترب منه كثيرا. ادي امامنا الكره اللي حصل فيها وفالوتسي على الطرد. ونتيجه اللقاء لو انتهت بهذه النتيجه هيبقى نادي فالنسيا في الصداره 9 نقاط، ريال مدريد 7 نقاط ثاني، اتلتيكو في المركز ثالث 6 نقاط، فيا ريال 6 نقاط مركز رابع، برشلونه ل 6 نقاط في المركز الخامس. وما زلنا هنتابع ان شاء الله في هذه الليله ملقا مع اشبيليا بعد قليل بصحبه الزميل علي سعيد الكعبي.